يقول أحد الشباب: في فترة المراهقة كنت أبتعد كثيرا عن البيت وأتأخر في العودة، وكان ذلك يغضب أمي كثيرا، ولا أعود ليلا إلا متأخرا بعدما تنام أمي، فما كان منها إلا أن بدأت تترك لي قبل أن تنام رسالة على باب الثلاجة، وهي عبارة عن إرشادات لمكان الطعام. وبمرور الأيام تطورت الرسالة فأصبحت طلبات لوضع الملابس المتسخة في الغسيل وتذكير بالمواعيد المهمة، وهكذا مرت فترة طويلة على هذا الحال. وذات ليلة عدت إلى البيت فوجدت الرسالة المعتادة على الثلاجة، فتكاسلت عن قراءتها وخلدت للنوم. وفي الصباح فوجئت بأبي يوقظني والدموع في عينيه: لقد ماتت أمك. كم آلمني الخبر، وتماسكت حتى دفناها وتقبلنا العزاء. وفي المساء عدت للبيت وفي صدري بقايا قلب من كثرة الأحزان، وتمددت على سريري وفجأة قمت منتفضا، لقد تذكرت رسالة أمي التي على الثلاجة، فأسرعت نحو المطبخ وخطفت الورقة وقرأتها، فأصابني حزن شديد هذه المرة. لم يكن بالرسالة أوامر ولا تعليمات ولا نصائح، فقط كان مكتوب فيها: أحس بنفسي تعبانة، إذا جيت صحيني ووديني المستشفى. مؤلمة لحد الاختناق. أحسنوا لآبائكم وأمهاتكم ما داموا أحياء، فبموتهم ينقطع الخير الذي ينزل لكم بهم، وتبقون وحيدين بأعمالكم. ربي اجعل أمي إحدى نساء الجنة، وأبي جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.